دار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم شهر الصيام على الأيام قد فضلا حقا وفيه كتاب الله قد نزلا وليلة القدر فيه الله فضلها وليلة القدر فيه الله فضلها عن ألف شهر وفيها الخير قد كملا. تجليات رمضانية. تجليات رمضانية. الإعداد والتقديم أحمد الشاذلي. إخراج هيام فاروق. معكم اليوم صلاح أحمد العسكري. السيدة والسادة، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج تجليات رمضانية في هذا الشهر الكريم، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، لنقدم لكم أعلام دخلوا أحب عالم الإنشاد الديني والابتهالات. السيدات والسادة، أرحب بضيفي فضيلة الشيخ المبتهل صلاح أحمد العسكري. مرحب بك فضيلة الشيخ. أهلا بكم ومرحبا أستاذ أحمد. كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم. وحضرتك بالصحة والسلامة وأمة سيدنا محمد بألف خير، وربنا سبحانه وتعالى يعيد علينا الأيام بالخير والبركة آمين والسعادة. آمين يا رب. حدثني يا فضيلة الشيخ بقى، يعني سر تعلقك يعني لهذا النوع من الفن الابتهالات، وكيف أصبحت مبتهل؟ في الحقيقة والدي الشيخ أحمد العسكري رحمه الله كان بيعمل طبعا مدير بالأوقاف الشرقية. أنت شرقاوي برضه؟ شرقاوي نعم. ده ما شاء الله الشرقية مليانة يعني أساتذة يعني في الابتهال وقراءة القرآن. الحمد لله الحمد لله. وبعدين فكان طبعا بيصطحبني معاه في أكثر المناسبات، إن كان في المساجد أو في مجالس الذكر. أنت عندك كم سنة؟ كان بيصطحبني منذ الصغر، يعني 9 سنين 10 سنين. كان لسه برضو يعني الموهبة في بدايتها، ولكني لما بدأت أسمع أسيادنا المشايخ والمبتهلين بدأت أتعلق بهذا الفن، يعني الفن الديني، لأن طبعا يعني هو يعتبر غذاء للروح. جميل. يعني في طبعا تضرع ودعاء، وكان عندنا حتى في المنزل تقام يعني حضرة ذكر أسبوعيا. فده جعلني برضو يعني إيه انجذب لهذا الفن، يعني نقدر نقول النغم في ودنك على طول. كان فعلا كان بالفعل النغم في ودني على طول. فعلا. فضيلة الشيخ صلاح احمد العسكري، واحنا طبعا في ليلة القدر اليوم، ليلة القدر طبعا، وكل سنة وانت طيب والدعاء مستجاب يعني. نعم، هي ليلة اللهم طبعا. انك عفو كريم تحب اللهم العفو فاعف عنا يا رب. عايز اسمع حاجة عن ليلة القدر. هتسمعني حاجة عن ليلة القدر إن شاء الله؟ إن شاء الله. طب سمعني كده. شهر الصيام على الأيام قد فضلا شهر الصيام على الأيام قد فضلا حقا وفيه كتاب الله حقا وفيه كتاب الله قد نزلا وليلة القدر فيه الله فضلها وليلة القدر فيه الله فضلها عن ألف شهر
وفيها الخير قد كملا. الله، فضيلة الشيخ المبتهل صلاح أحمد العسكري. فضيلة الشيخ، حضرتك قلت لي قبل التسجيل انك متنوع، لك في التواشيح ولك في الابتهال ولك في الإنشاد. نعم. التواشيح تختلف عن الإنشاد؟ التواشيح بتختلف عن الإنشاد بمعنى ان المنشد او المبتهل بيكون معاه بيطانة بتردد وراه ما يقول. جميل. او بعض مما يقول. يعني انت لو قلت لي تواشيح دلوقتي لازم نردد انا وانت مع بعض تاني. التواشيح بيكون فيها ترديد يعني مع الايه، مع المبتهل. سيدي يا رسول الله، النور أشرق في جبينك طه، النور أشرق في جبينك طه، والناس تسأل ربها مولاها، يا جنة الرحمن، يا جنة الرحمن، يا روض الندى، أنت الجمال، أنت الجمال، ومن رآك رآها، يا صفوة العلام من بين الورى، نلت الشفاعة من لدن مولاها. تجليات رمضانية. دعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وأحب يعني أنا عايز أقولها في ابتهال، هل ده ممكن بالنسبة لك؟ بإذن الله أقولها في ابتهال إن شاء الله، ونقول برضو حاجة تخص ليلة القدر. طيب قول لي كده. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا رب. رمضان شهر البر والطاعات، شهر الهدى وإجابة الدعوات، وليلة قدره التي قد شرفت، وليلة قدره التي قد شرفت عن سائر الأيام والسنوات، يا ليلة قد عشت أحلم دائما، يا ليلة قد عشت أحلم دائما بسلامها في يقظتي وثباتي، فالله يقبل من يلوذ ببابه، فهو الكريم يجود بالنفحات. الله، فضيلة الشيخ المبتهل صلاح أحمد العسكري، أنا بشكرك جدا واستمتعت بلقائك يا فضيلة الشيخ، ودايما في المقدمة في شهر رمضان بإذن الله نستمتع بابتهالاتك ونستمتع بتواشيحك، وكل سنة وانت طيب ورمضان كريم. كل عام وحضرتك بألف خير. القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. مع الذاكرين. أخي المسلم، كثير من الناس يتذمرون إذا خيم الفقر بساحتهم، ويتبرمون بنزول الفاقات عليهم، لأن نفوسهم موصولة بالدنيا مشغوفة بحظوظها. أما الذاكرون فيعتبرون الفاقات أعيادا لما يمنحون فيها من العطايا الربانية، ويصطفون بالعلوم اللدنية. قال أحد الذاكرين: اتفقوا ألا دخول على الله إلا من باب الفقر، ومن لم يتحقق بالفقر لم يتحقق بشيء مما أشار إليه القوم. والتحقق بالفقر هو الاستئناس به، والاغتباط بحصوله، والاستقرار معه، حتى يكون عنده أحلى من العسل، ويكون المال عنده أمر من الحنظل، فحينئذ تترادف عليه المواهب وتتسع له المعارف حتى يكون أغنى الأغنياء. قال بعض الصالحين: كان لي بعض مال، فرأيت فقيرا في الحرم جالسا منذ أيام، ولا يأكل ولا يشرب، وعليه أطمار رثة، فقلت أغنيه بهذا المال، فألقيته في حجره وقلت: استعن بهذا على دنياك. فنفض بها في الحصباء وقال: اشتريت هذه الجلسة مع ربي بما ملكت، وأنت تفسدها علي. ثم انصرف وتركني ألقطها، فوالله ما رأيت أعز منه لما بددها، ولا أذل مني لما كنت ألقطها. وكان بعض العارفين إذا أصبح عنده شيء أصبح حزينا، وإذا لم يصبح عنده شيء أصبح مسرورا، فقيل له: إنما الناس بعكس هذا، يفرحون إذا وجدوا ويحزنون إذا فقدوا. يا أخي، إني إذا لم يصبح عندي شيء فلي برسول الله أسوة حسنة، وإذا أصبح عندي شيء لم يكن لي برسول الله أسوة حسنة. وكان العربي رضي الله عنه يشعل الفتيلة وينظر في نواحي البيت، إذا وجد شيئا أخرجه يتصدق به ويبيت على الفاقة.
المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم وفارقوا الخلائق انشغالا بالخالق، فأسطع بين جوانحهم شموس العرفان، وأطلع فوق شفاههم زهور البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف أحمد بن محمد ابن عطاء كان يقول: بالله أبلغ ما أسعى وأدركه، لا بي ولا بشفيع من الناس. إذا يئست وكاد اليأس يقتلني، جاء الغنى عجبا من جانب الياس. أعوذ في كل أمر جل مطلبه عندي إلى كاشف الضراء والباس. وسئل يوما: يا أبا العباس، ما العبودية؟ ترك الاختيار وملازمة الافتقار. اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه. وصل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب